وانا قاعد بقرا الاخبار لقيت ان فودافون اعلنوا عن شبكه ال 5G لاول مره في مصر، فانا جات لي الفكره قلت طب ما تيجي نقارن سرعه ال 5G في مصر وسرعه ال 5G في دوله اوروبيه، وهل مصر فعلا محتاجه لشبكه 5G ولا نطور من شبكه ال 4G اولا وبعد كده نعمل شبكه ال 5G. انا عن نفسي برغم ان عايش في دوله اوروبيه بستخدم ال 4G وقافل ال 5G لان ال 4G بصراحه كافي وسريع جدا. ال 5G هو سريع لكن في الحقيقه الواحد مش محتاج السرعه الخرافيه دي في الحياه اليوميه. خليني الاول احكي لكم عن شبكه ال 4G اللي بقالنا سنين بنستخدمها. الشبكه دي هنا في اوروبا يعني سرعتها بيبقى ما بين ال 20 لحد ال 100 ميجا بت في الثانيه، يعني تقدر تحمل فيلم كامل جيجا ونص في تقريبا 5 ل 10 دقائق. ال 5G بقى اسرع بكتير. ال 5G ممكن تحمل الفيلم ده في 30 ل 40 ثانيه. كمان عندنا ال 5G اللي هو مليمتر ويف اللي مش موجود في معظم الدول الاوروبيه، موجود تقريبا في بعض الولايات في امريكا. ممكن تحمل الفيلم جيجا ونص في 5 ل 10 ثواني، سرعه خرافيه بتوصل ل 2000 ميجا بت في الثانيه. وفي تلك الاحوال التليفونات اللي بتتباع في معظم الدول الاوروبيه والشرق الاوسط ما بيبقاش فيها ال 5G مليمتر ويف انتنه، بيبقى فيها ال 5G الانتنه العاديه اللي سرعتها بتوصل ل 500 ميجا بت في الثانيه، وهي برضو سرعه كبيره جدا. وانت كدوله عشان يبقى عندك شبكه 5G يعتمد عليها محتاج انتنس في تقريبا كل 500 متر لكيلو عشان تغطي كل حته. ولو عايز 5G مليمتر ويف محتاج يبقى عندك انتنه كل 100 متر ل 300 متر. فهل مصر فعلا محتاجه لل 5G ولا لا؟ يعني هنقارن دلوقتي السرعه ال 5G هنا في السويد، بعد كده هنروح دوله اوروبيه ثانيه ترانزيت، وبعد كده هنروح نشوف سرعه ال 5G فودافون عامله ازاي في مصر. طب يا شباب انا في مكان هنا يعني مينا قديمه، يعتبر كيلو 2 كيلو من وسط البلد. فهنشوف الاول سرعه ال 4G، بعد كده هنشوف سرعه ال 5G العاديه مش المليمتر ويف، لان هنا في السويد مفيش ال 5G اللي هو مليمتر ويف انتنه، وكده كده التليفون ده مفيهوش الانتنه اللي بتستقبل المليمتر ويف. تعالوا نجرب ال 4G الاول. الله سرعه حلوه، طالع فوق ال 250. يعني كنت فاكر ان هو ابطأ بصراحه لحد 100 لكن طلع سريع. والابلود واصل تقريبا ل 50 ميجا بت في الثانية، يعني 250 داونلود و50 60 ابلود، فلا مش وحش، جميل جدا بصراحة. ودلوقتي انا على شبكة ال 5G، تعالوا نجرب. وصل تقريبا 400 350 داونلود سبيد. الابلود اسرع شوية، يعني طالع ل 100 ميجا بت في الثانية، جميل. نيجي بقى النت البيت، فهو قصة تانية. نت البيت هنا يعني في معظم المدن انت عندك فايبر والسرعة بتوصل ل 1000 ميجا بت في الثانية داونلود وابلود، فده شيء يعني خيالي. وفي الحقيقة معظم الراوترات عمرها ما بتوصل للسرعة دي، فانت لو عايز توصل للسرعة دي محتاج تستخدم سلك. وفي الحقيقة يعني هو النت سريع وحلو جدا وعمره ما بيقطع الحمد لله، لكن الواحد مش محتاج السرعات الخرافية دي. انا عن نفسي 100 ميجا بت يعني رضا بصراحه، شغال حلو قوي. فانا لو حتى 50 ميجا بت مبسوط جدا. اتمنى في مصر يعني نوصل بس ل 4G يكون ستيبل. يعني انا فاكر لما ببقى نازل اجازه في مصر شبكه ال 4G فودافون تبقى سريعه الصبح كويسه، يجي على بالليل الساعه 7 8 بتبقى بطيئه جدا وبيوصل ل 3G. فانا اتصدمت بصراحه لما قريت خبر ال 5G. يعني هل فعلا هو حقيقي 5G حقيقي ولا هو مجرد بس اسم كده وخلاص وضجه زي معظم دول العالم؟ قبل ما نخلص الاختبار هنا في السويد هنروح وسط البلد نجرب سرعه ال 5G هناك، بعد كده هنروح لمكان بعيد في وسط الغابات 20 30 كيلو كده، يعني في حته رايقه شويه، ونشوف هل السرعه هتسقط معانا ولا هتكمل. ودي سرعه ال 4G هنا في وسط البلد 286 ميجا بت داونلود وتقريبا يعني 74 ميجا بت ابلود. ودي سرعه ال 5G هنا في السيتي سنتر واصله تقريبا 450 470 ميجا بت في الثانيه داونلود، والابلود برضو يعني 50 ميجا بت في الثانيه. طب يا شباب جينا هنا في وسط الغابه، مكان يبعد تقريبا 20 كيلو عن المدينه، قريه صغيره كده. فتعالوا نجرب سرعه ال 4G هنا عامله ازاي. فحلو، سرعة ال 4G هنا برضو عالية، معدية ال 200 ميجا بت في الثانية، برغم ان احنا يعني نبعد عن المدينة او السيتي سنتر 20 كيلو. 221 ميجا بت داونلود سبيد، والابلود يعني تقريبا 10. تعالوا نجرب بقى ايه ال 5G. اوبا ده عالية، معدية ال 400 و 500 كمان، ما شاء الله. لا الشبكة هنا
ال 5G يعني متوفرة في أماكن كتير حتى لو أنت بعيد عن المدينة، يعني تقريبا 20 كيلو 30 كيلو وكده. جربنا شبكة ال 4G وال 5G هنا في السويد، جربنا في وسط المدينة بعيد عن المدينة شوية، جربنا في حتة كده يعني 20 كيلو بعيد عن المدينة. فتعالوا دلوقتي هنروح دولة أوروبية ترانزيت ونجرب سرعة ال 5G هناك، وبعديها هنروح مصر ونجرب سرعة 4G وال 5G الصبح وبالليل في كذا منطقة في القاهرة. فيلا بينا. طبعا يا شباب وصلت فيينا ترانزيت سريع كده، فتعالوا نجرب سرعة ال 4G وال 5G هنا. هل أسرع من السويد؟ هل أبطأ من السويد؟ هل هو ستاندرد واحد في أوروبا كلها؟ تعالوا نشوف. ودي سرعة ال 4G هنا في مطار فيينا 30 ميجا بت في الثانية، برضه نفس السرعة تقريبا واصلة ل 300 400، واحنا كمان يعني في المطار في مكان بعيد عن المدينة، فلا سرعة حلوة جدا على فكرة. والابلود برضو سريع جدا، داخل في 90 ميجا بت في الثانية. اهلا بيكم في مصر يا جماعه. انا دلوقتي في مكان غريب شويه، يعني اول مكان هجرب سرعه ال 4G وال 5G فيه وهو ووتر واي. فتعالوا نعمل الاختبار ونشوف. هو مبدئيا هنا في المكان مفيش شبكه 5G، فهنجرب الاول ال 4G ونشوف. 10 ميجا بت في الثانيه داونلود، يعني هو مش احسن حاجه، بس احنا بالليل برضو والمكان زحمه، فممكن الشبكه يبقى ايه عليها ضغط. ويمكن ان انا اختبر ال 4G وال 5G في مصر دلوقتي يعني مش افضل وقت، لان احنا 9/7 واول امبارح تاني كان في حريقه في رمسيس، فالشبكات متاثره شويه. بس هنكمل يعني التجربه في كذا اماكن في القاهره ونشوف. يا شباب احنا في الجراج بتاع ووتر واي 5A. تعالوا نشوف بقى السرعه تحت الجراج عامله ازاي في ال 4G. السرعه تحت الجراج اسرع، طلع 100 ميجا بت في الثانيه. بصراحه مفاجاه، يعني سرعه غير متوقعه، 112 ميجا بت في الثانيه. مش عارف هل ده عشان انا بعمل اختبار جنب البورش الجميله دي ولا ايه الحكايه بالظبط، حد يقول لي. الابلود برضو عالي جدا، واصل ل 30 ميجا بت في الثانيه على ال 4G. كل ده يعني لا منبهر بصراحه. مكملين الاختبار هنا في شيل اوت في التجمع، مش بعيد عن ووتر واي 5A. فهنجرب السرعه تاني. معانا شبكه 5G بشرطين. تعالوا نشوف بقى. 60 ميجا بت في الثانيه، 70. فغريبة قوي ان تحت الجراج ال 4G كان اسرع من ال 5G. بس خلونا نجرب في مكان تاني، يلا. طب يا شباب عدى اسبوعين 3 هنا في مصر مجرب ال 5G على فودافون. شبكة ال 5G اسرع من ال 4G، بس برضو مش متوفرة في كل الاماكن. يعني ممكن يكون مكتوب لك فوق ان انت متوصل على شبكة 5G، لكن السرعة بطيئة جدا. جربت في اماكن كتيرة في القاهرة، في التجمع، عندنا في وسط البلد، مصر القديمة. شبكة ال 5G مش متوفرة في كل الاماكن، فانا اتمنى ان هم كانوا حسنوا الاول من ال 4G قبل ما يروحوا لل 5G. لكن في بعض المناطق ال 5G حلو، يعني اسرع من ال 4G. وصلت 100 ميجا بت في الثانية و150 ميجا بت في الثانية، لكن السرعة اللي احنا بنشوفها في اوروبا زي ال 500 ميجا بت في الثانية دي انا ما وصلتلهاش في مصر. في 5G هنا برضو في الساحل، بس بطيء، يعني ممكن يوصل ل 20 ميجا بت في الثانية اللي هي سرعة ال 4G العادية، بس كاتب لي ان متوصل لشبكة 5G مع ان سرعتها مش 5G خالص. فهو ال 5G خطوة حلوة في مصر واسرع من ال 4G في بعض الاوقات، وكمان الباقة بتخلص اسرع. لكن اتمنى برضو ان هم يحسنوا من شبكة ال 4G اللي تقريبا مش متوفرة في اماكن كتيرة برضو في القاهرة، وكمان يعني برضو الاماكن الساحلية السرعة مش اقوى حاجة.